هاتي الكبة بتاعتك نزلي عليها 3 4 قرون من الفلفل، فلفل رومي على فلفل حامي، عليهم راس توم متقشرة، معلقة كبيرة من الكمون، عصير 3 ليمونات كبار، ومعانا معلقة من بهارات السمك بتبقى حلوة قوي، ومعانا ملح وفلفل اسود، ومعانا 3 4 معالق من الزيت النباتي. هنضربهم ضربة حلوة كده في الكبة لما ينعموا، ودي هتبقى الخلطة بتاعتنا. هناخد نص الخلطة هنتبل بيها السمك، والنص التاني هنعمل بيه الرز. ومعايا سمكتين بلطي مغسولين ومتنضفين كويس، وهنعمل فيهم 4 شرط كده من الاتجاهين، علشان السمكة بتاعتي سمكة كبيرة كده وحلوة فتستوي من جوه وما تاخدش وقت معانا في التسوية. وهدخل التتبيلة بتاعتي في الفتحات اللي انا عملتها. التتبيلة دي حلوة قوي، ممكن تتبلي بيها اي نوع من انواع السمك. ومعايا 3 سمكات من سمك الماكريل، هو اللي كان موجود عندي في التلاجة، 3 من الماكريل و2 من البولتي، احنا 5 افراد. رحت عاملة الاتنين مع بعض وقلت هيبقوا حلوين جدا في صينية واحدة. وهتبل الماكريل بتاعي برضو وهركنه شوية كده على جنب، واجيب الطاسة وانزل عليها 3 4 معالق تاني من الزيت النباتي، عليهم معلقة كبيرة من السكر، ومعايا بصلة كبيرة متقطعة طرنشات او قطع، وهقلبهم على نار هادية لما البصلة بتاعتي تتكرمل وتاخد لون حلو. وهاخد نص التتبيلة اللي انا قلت لكم هنحجزها وهنزلها على البصل، بتدي طعم حلو جدا 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 للرز، لحد بقى البصلة بتاعتي ما تاخد لون غامق كده حلو، واكرملها واغمقها شوية. وهجيب معايا 3 كوبايات من الرز، وهنزل عليه البصلة الحلوة اللي مكرملة دي، وهنزل عليه المية المغلية بتاعتي. هنزل 3 كوبايات من المية المغلية. وطبعا ايه، ظبطي بقى الملح بتاعك، هتدوقيها طبعا التتبيله فيها الملح وفيها الليمون وفيها كل حاجه وفيها بهارات السمك، فهيطلع رز عندك تحفه جدا. ومعلقه السكر هنا هتفرق معاكي جامد وتوديلك الرز في حته تانية خالص. وهحط ورقه زبده واغطيها بورقه فويل الصاج بتاعي، وبعدين هعمل فيه فتحات كده خفيفه بالشوكه، وابتدي بقى ارص عليه الخمس سمكات بتوعي، الاتنين البلطي والتلاتة الماكريل. يبقى احنا كده ما زعلناش حد، واللي بيحب البولتي هياكل واللي بيحب الماكريل هياكل. يبقى احنا اصلا ينفع ان احنا نعمل اكتر من نوع سمك في نفس الصينية، وما تغلبيش نفسك كل حاجة لوحدها. وهرش عليها بقية التتبيلة بتاعتي وادخلها الفرن حوالي نص ساعة لحد ما تستوي، وهتطلع جميلة جدا زي ما انت شايفة وحلوة وسهلة وفي منتهى الجمال. وسهلة بس جميلة. وما تنسوش اللايك، ما تنسوش الشير. وشايفة لونها طالع تحفة جدا، والرز بتاعنا هيكون مستوي وطعمه حلو جدا في الفرن.